بسم الله الرحمن الرحيم. من إدفو أبولو بوليس أبولو ديس. يعني إيه أبولو؟ أبولو ده باليوناني طبعا. المدينة دي كان اسمها بحدت باللغة المصرية القديمة، مدينة الطعان، مدينة حورس بحدتي. طبعا بحدتي عشان خاطر احنا في مدينة بحدت. طبعا حضراتكم احنا هنا حوالينا الأعمدة وفي الفناء الفسيح ده الفناء المكشوف. لو لاحظت حضرتك هتلاقي تيجان الأعمدة هنا بص كده تختلف عن تيجان الأعمدة في معبد الأقصر وفي معبد الكرنك. طبعا عندنا حورس اللي هو ممثل على شكل صقر. بص الصقر هناك انا قبل كده نزلت منشور ان هو غضبان مكشر، لانه الفنان المصري القديم في فترة حكم اليونان والرومان كان طبعه منعكس عليه، يعني بيعمل حاجة بغيظ كده من نرفزة، يعني لانه الحاكم اللي هو بيعمل له او بيبني له اللي هو المبنى ده او بيعمل له التمثال، بيصنع له التمثال حاكم اجنبي، فهو كان كاره كده. فهو ده دليل على الغضب، حتى لما يورينا كده انه الصقر غضبان. يعني انا عاوز اقرب لك كده اوريك انه الصقر حورس ابن ايزيس واوزوريس اللي جه في الحرب هنا وانتصر على عمه ست، واصبح ايه؟ اصبح ان هو اول ملك بعد ابوه، اول حاكم بعد ابوه اوزوريس. فين؟ هنا في ادفو، مدينة ست في الأول، وبعدين أصبحت إلى مدينة حورس. طبعا أنت حضرتك لما تاجي هنا وتشوف السكرين وول اللي هو حوائط الستائر، ده من اللي هو إيه العناصر المعمارية اللي ظهرت عندنا في عصر حكم اليونان والرومان في مصر. على فكرة المعبد ده اتبنى في حكم اليونان فقط ما بين 237 قبل الميلاد لسنة 57 قبل الميلاد. يعني في فترة الحكم ديت اتبنى المعبد ده. اكتشفوا موريت سنة 1860 وكان مردوم لمنتصف الأعمدة كده، فكان المعبد ده مردوم. بالنسبة لحورس احنا ايه لسه عاوز اوريك حورس هو مكشر. الكشيرة بتاعته ديت اللي هو ايد الفنان المصري القديم بيوريني ان هو ايه طبعا بالنسبة لي هو كفنان غضبان، فصور الغضب بتاعه كلمحة فنية على ايه؟ على التمثال. وادي حورس هو مكشر، وادي الفناء الفسيح كان فناء مكشوف، وادي الصرح الاول بتاع نيوس دينيسوس. وبالنسبة لإدفو او إدبو او ابولو بوليس اللي هو ايه مدينة ابولو ومدينة حورس، لكن ده باليوناني اطلق عليها اليونان ابولو بوليس. متعكم الله بالصحة والعافية من إدفو، من تقي الله جمال سعد. شكرا جزيلا.